مرحبا، بدنا نحاول هلا نعمل سيت انترنت. انا هون عم ببدأ من الصفر. طريقتي طبعا هي طريقة جملة. اول شي لازم ندخل على سيت اسمه جملة دوت اورج. ومن جملة دوت اورج نقدر ننزل من هذا السيت. في هون مكتوب داونلود جملة the last version، نضغط عليها. الملف بكون مضغوط زب فايل. في عنا هون الانجليش فيرجن، اخر فيرجن اللي هي فول باكج، وفي الابجريد اذا كانت عندك نسخة قديمة. طبعا هون بس بنعمل على زب فايل بننزل الملف. هاي طريقة بننزل الملف. طبعا انا في عندي هون مشترك في ويب سيرفر. خدمة السيرفر اللي موجودة عندي انا مخزن السيرفر هون موجود عندي، وعندي هون بدخل على السيرفر تبعي بالايميل تبعي والباسورد. عندي سيت اول اسمه زيتونة دوت كوم والإيريسان دوت كوم. الزيتونة دوت كوم هذا سيت حاليا ما فيش فيه اشي فاضي، يعني عم ببدأ من سكراش. بدخل على الانتر بانل، هاي السي بانل. طريقة بسيطة وسهلة جدا. في السي بانل شايفين هون عنا السوفت وير سيرفيس. في عنا برنامج موجود على السي بانل اسمه الفانتاستيكو ديلوكس. دخلنا عليه من ضمن الفانتاستيكو ديلوكس. بدخل على الجملة 1.5 كبست هون بوفر لي الهوستنج سيرفر اللي انا طلبت منه الدومين اللي اسمه زيتونة دوت كوم. بوفر لي انه انزل البرنامج من نفس الويب سيرفر. نيو انستليشن، بضغط على نيو انستليشن، بقول لي انستال تو اون دومين زيتونة دوت كوم، انستال ان دايركتوري. ما بسجل دايركتوري، بدي اياه مباشر، بديش احطه ضمن دايركتوري معين، بدي اياه مباشرة على ال public HTML. طبعا هون بأدخل بأدخل هون اسم الادمنستريتور، وهون بدخل الباسورد تبعي. وهون باخد لي لحاله ادمن ايميل يور ايميل ادريس. هاي ايميل ادريس اعطاني اياه لانه بوفر لي خدمة ايميل ادريس. وباخد الفول نيم تبعي وانستال، بقول له انستال سامبل داتا، بقول له فينيش انستاليشن. ما ننسى هاي الطريقة. فيزيت سايت، صار عندنا سايت بكل بساطة. هذا السايت هي موجود فيه سامبل داتا ارتكلز. طبعا كلها هاي ما بتهمني هلا حاليا، بهمني ادخل انا على الادمنستريتور تبع السايت. بدخل نفس المعلومات، اليوزر نيم والباسورد لوجل. هون صرنا بلوحة التحكم. ضمن لوحة التحكم هاي انا في عندي قوالب جاهزة. اشتغلت على برنامج ارتستر، بدي احاول انزل واحد موجود. طبعا عندي كتير هون، نجرب ناخد هذا رغم انه انا مش متأكد شو هو، بس بنحاول ننزله. نزل التامبلت، نفتح التامبلت من التامبلت مانجر. هي موجود هون، هذا هو. بنعمل له ديفولت، بنخليه هو الاساسي. وهلا بنعمل بريفيو.
هذا التمبلت انا صنعته على برنامج. طبعا التمبلت مش عاجبني كتير، بحاول اخذ واحد تاني. في فري تمبلتس كتير موجودة على الانترنت. هاي هي الطريقة لصناعة الويب سايت. قديش اخذ وقت؟ ما اخذش وقت كتير. بنحاول نعمل مرة تانية لانه انا عندي مخزن كتير تمبلتس بطريقة جملة. طبعا عملناهم ببرنامج اسمه ارتستر. هون في عندي كتير تمبلت موجودة. بناخد مثلا نجرب زيتونة. هذا طبعا انا ناسيه شو هو للتمبلت. بنعمل له ابلود، نستال، وبندور عليه في صفحة التمبلت مانجر اللي هو ارت زيتونة. بنعمله الديفولت تبعنا، وهيك صار الديفولت تبعنا تغير بكل شي. هاي السيت تبعي. المسألة سهلة. هلا حاليا بقدر ادخل على الارتكلز واغير في الارتكلز، اضيف اللي بدي اياه طبعا من الكنترول بانل تبع السايت. بضيف نيو ارتكلز، بشطب الارتكلز الموجود من الارتكل مانجر. هايهم هون. اللي بدي اخليه ببلش بخليه، اللي بدي اشيله بشيله. هاي الطريقة.